اهلا في كوره يونايتد. اسمي محمد ناجي. مبروك لمنتخبنا، لسه ما حققش الميداليه اللي احنا مستنيينها، انما مبروك عليهم التجربه الهائله بتاعتنا، كبيره وجميله جدا في الاولمبياد. بنستمتع بفريقنا قوي ومنظم، نظام قوي جدا، وواضح ان المدرب بتاعنا على كفاءه عاليه. الخطوط بتاعتنا دايما قريبة، المساحات ضيقة، اللعيبة في أماكنها مظبوط وملتزمة طول ال90 دقيقة وتقريبا طول التورنمنت كمان، ودي حاجة صعبة جدا. منتخبنا صعب، يعني بالطريقة اللي بيلعب بيها دي صعب وعنيد، فريق ناشف، مش سهل انك تخترقه، مش سهل انك تلاقي عنده مساحات. فمبروك علينا. انما عايز اقول بس 3 اخطاء حصلت في ماتش امبارح، بال3 اخطاء ب3 اهداف. فريقنا اخطاء قليله بسبب يعني النظام اللي بيلعبوا بيه، انما ده يوريك ان التفاصيل انت يعني مش كفايه التكتيك والاستراتيجيز دي ان انت بتفضل مركز فيها، انما انت بتوصل في الملعب بتشتغل بقى على تفاصيل صغيره جدا، دي مسؤوليه اللعيب المباشره مش اي حد تاني، وبتفرق من لعيب لتاني. التفاصيل الصغيره اللي انت ممكن تعملها فترجح كفه فريقك في مواقف كتير في الملعب، او تفاصيل تقع فيها فتعمل كارثه على فريقك. كنا كسبانين 1-0 لحد دقيقة 82 وكنا نقدر نكسب الماتش كده، كنا منظمين وبندافع كويس جدا لحد ما حصل أول خطأ. المهاجم الجناح اليمين أوليزيه بيخترق بكورة، وبقى مفضلش غير المهاجم بتاعه ممكن يساعده ماتيتا، واقف مع الدفاع بتاعنا اتحرك بشكل يعني بيرفكت، راحوا خدوا خطوات لقدام، بقى ماتيتا في الاوفسايد، والمهاجم اوريزيه بيخش بالكوره بيضيقوا عليه المسافه، بيوقعوا المهاجم بتاعه في الاوفسايد ما يقدرش يساعده، والمدافع رقم 6 بتاعنا وقف غطى الاوفسايد. دي اول خطأ. 3 اهداف من المدافع رقم 6 ومدافع رقم 15 على فكرة، اللي هو نزل في الشوط الثالث لما اتطرد المدافع رقم 2 فايد. ال3 اخطاء من الاتنين دول، رقم 15 ورقم 6، سوري مش ما قدرتش القط اساميهم بسرعة. فجه رقم 6 وقعه في غطى الاوفسايد، بقى ماتيتا اونسايد، جاب جول. الكرة التانية برضو اللعيب رقم 15 لسه نازل وفريش وبعافيته ورجليه فريش وجسمه فريش وعقله حتى كمان فريش، ومع ذلك طلع فوقيه لعيب فرنسا ولعب الكرة بدماغه وراحت لماتيتا حطها جول بمنتهى السهولة. طلع اللاعب فوقيه وساند بايديه وحتى ولعب الكرة، وكان لسه المدافع بتاعنا رقم 15 لسه على الارض، ما نطش حتى، ما ازعجش مثلا لاعب فرنسا، ما مش حاول ان هو ما يريحوش حتى. يعني انا خلاص مثلا سيطر هو عليا، مش مخليني عارف انط. يعني في حاجات تتعمل، يعني على الاقل ازعجه، ما ريحوش، خلوش يطلع يلعبها كده وهو مستريح. اقع حتى يمكن تاخد فاول يعني، غير ان هو يطلع يلعبها كده وهو مستريح. فدي كان خطأ الصراحة من اللاعب رقم 15. الجون التالت برضو نفس الكلام، تقريبا دفاع خلاص قطعنا، ناقص ان هي يتعمل لها كليرنس، اتعمل لها كليرنس غلط بيشوطها رقم يعني هو 6 الاول حاول يتزحلق، فالكرة حصل ارتباك بقى ملهاش صاحب، راح رقم 15 يعمل لها يشتتها، بيشتتها راح خابطها في ظهر المدافع بتاع فرنسا داخل ال18، اوليسيه جابها جول. فولا 6 عمل الكليرنس صح ولا 15 عمل الكليرنس صح، فتسببوا في الجون التالت. اخطاء بسيطة جدا، اخطاء بسيطة جدا، انما هي اللعبة دي لعبة اخطاء اصلا. الهدف مش هيجي غير من خطأ، ما تفتكرش الهدف ده هيجي ان اللعيبة تقعد تمرر الكرة لبعض او يعملوا هجمة منظمة فيسجلوا هدف، لا، الجون هيجي من اخطاء زي دي، اخطاء المدافعين بالذات. مش بلوم ال3 لعيبة دول، او مش بحملهم ان هما مسؤولية الخسارة للفريق كله، انما الخطأ مسؤولية صاحبه الصراحة. فبهايلايت بس الاخطاء الصغيرة دي علشان نقدر نبقى كلنا بنستفيد من اللي حصل في البطولة دي، اللي كانت تجربة هايلة لينا ولفرقنا وللجمهور حتى. وان شاء الله تتوج ان احنا ناخد البرونزية، وحتى لو ما خدناش مبروك علينا التجربة، الاداء الحلو والتجربة الكويسة اللي احنا خدناها وممكن نستفيد منها جدا. شكرا، يا رب الفيديو كان عجبكم، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب.